الريتش هيقع لو بتعمل الحاجات دي. انك تنزل محتوى على السوشيال ميديا في نفس التوقيت زي الايام العاديه ده غلط، لان في رمضان الناس بتدخل اقل قبل المغرب وبتركز اكتر بعد الفطار. او انك تعتمد على البيع من اول اسبوع. اكتر حاجه بتقلل الريتش انك تعتمد على البيع ككول تو اكشن من اول اسبوع. خد بالك الناس لسه مش جاهزه في اول اسبوع من رمضان، وفجاه غيرت تون البراند بتاعك. بس الناس في رمضان هتحس بعدم انسجام وهتعمل سكرول وتمشي. تكرر نفس الفكره بشكل مباشر، نفس الجمله، نفس الكرييتيف، نفس الرساله، والنتيجه الريتش هينهار اسرع. بتعمل ببلشنج للمحتوى بتاعك بس تنسى انك تعمل انجيج مع الناس. فلو بتنزل كونتنت وبتنسى تتفاعل مع الناس فالالجوريزم هيعتبر المحتوى بتاعك مش مهم وهيقلل ظهوره. او انك تفسر الريتش بشكل غلط، فبدل ما تشوف السبب اصلا بتزود محتوى وبتغير الخطه بشكل عشوائي. وبكده مبروك عليك.